الوزارة الفنية ما استشرنا. نعم البترول قد استغل وما في شك كانت فائدة كبيرة للسودان، ولكن الحصل زي ما قال عنه وصفه حسن تاج السر: أتانا النفط ولكن ذهبنا نفتش عنه هناك. قال: وهن البأس، نضب الكأس، صدئ الفأس، القرية صارت مهجورة، والنخلة تسأل أين الناس. نعم تم اتفاق الجنوب، ولكن بصورة مختلفة عما كان مقترحا، لأنه صار تحت وصاية أجنبية وبمراقبة أجنبية 10,000 من الأونمس، وكذلك دخلت فيه عوامل تجعل الانفصال هو الجاذب. ممكن نفصل هذه المسائل، لكن ده اللي حصل. بعدين دارفور تحولت مشاكلها من مشاكل مطلبية محدودة إلى مشاكل سياسية، وتشكل من دارفور الآن سرطان. وكل الاتفاقيات التي تعقد الآن في رأينا علاقات عامة لن تعالج الموضوع بشيء. الموقف الدولي صار السودان الآن في عداء مع كثير من جيرانه. الأسرة الدولية، السيادة الوطنية نحرت في السودان، وهناك ملاحقة دولية لمسؤولين سودانيين. ملاحقة مش جاية من المحكمة زي ما بيقولوا الناس، هي جاية من مجلس الأمن. مجلس الأمن هو اللي اتخذ القرار 15/93 وحولوا للمحكمة الجنائية. في القضية قضية مع النظام الدولي كله، مش مع المحكمة وحدها. البند الأخير أو المحور الأخير: سياسيا نحن نلتزم بتصفية الشمولية، أجهزة وقوانين. ما فيش إنسان يعتقل بدون سبب، ما فيش إنسان يعتقل بدون محاسبة وقضاء، وكذلك كل الأجهزة القمعية. ورد المظالم، طردوا أعداد كبيرة جدا من العسكريين والشرطة والمدنيين بدون وجه حق. استخدموا شيء سموه الصالح العام، ولكن كان ده الطالح العام. لا بد من رد المظالم، بل نحن نعتقد أنه يجب أن نراجع الأداء العام في السودان من سنة 56. أي واحد منا أجرم أخطأ يحاسب من 56. نعمل آلية نسميها للمصارحة والحقيقة والإنصاف. من الناحية الاقتصادية سنبدأ مباشرة بخفض كل هذا الصرف الورمي الإداري والعسكري والأمني، باعتبار أن لا داعي له. سنسعى لإعفاء الدين العام اللي بلغ الآن 34 مليار دولار، وسنعيد للبلد دولة الرعاية. الحاصل اليوم بيقول لنا بنعمل التأمين الصحي. التأمين الصحي ده 0.5% من الناس. احنا بنتكلم عن كل الشعب، مش التأمين الصحي ل0.5% من الناس. ضبط الأسعار، الأسعار طارت دلوقتي بحوالي 3000%، وده بسبب الضرائب وبسبب سعر العملة اللي زاد. سعر العملة كان 10 جنيه للدولار، بقى طبعا شايفين انه انتم 2500. جولة أمس في السوق ورتنا كيف الناس تعيسين من الجبايات دي، يشيلوا منهم مبالغ كثيرة جدا جدا. بيقولوا نفايات. احنا خضنا في النفايات، امس احنا خضنا في النفايات، مشينا حوامة زي 5 كيلو، خضنا في النفايات، ما في نظافة. وهكذا السوق يضج ضجة شديدة جدا من كل هذه الشكاوي. وكلام زيارة طبعا كانت تلقائية، ما زيارة مخططة، زيارة تلقائية، حاجة بتشبه الديمقراطية السودانية. مشينا وسمعنا وأسمعنا. إعفاء الدين العام ده طبعا بيكون من أهم الأشياء اللي حنسعى عليها إن شاء الله. وبنعمل مؤتمر اقتصادي بسرعة جدا أول ما يجي النظام الجديد، عشان نعمل في النظام. الموضوع الاقتصادي ده ما موضوع حزبي، لا بد يتفقوا الناس كلهم عليه، ولازم نتفق على ميثاق اجتماعي.
عشان ننظم المسألة. هناك مسألة الأسلمة. احنا بنعتقد الأسلمة طبقت في هذا النظام أساءت للإسلام، لأنها وضعت الإسلام في تناقض مع العدالة ومع الحرية ومع التسامح. قال لي محمد سليم العول أستاذ في القاهرة وهو من أعلام الحركة الإسلامية، قال لي أنا قلت لجماعة الإنقاذ ديل أنتوا قتلتوا 28 وعملتوا الحكاية بتاعت الجماعة ناس العملة، ده هل حاكمتوهم؟ قالوا له لا، ما معناها يعني زي ما بيعملوا أخواننا في مصر، ذبحنا الكديسة. المصريين بيذبحوا الكديسة في يوم العرس عشان المرأة تعتبر أنه الراجل ده ما بهزر، فذبحنا الكديسة. فقالوا لهم يعني الموضوع ده للتخويف؟ قالوا أي. قال لهم هذا فراق بيني وبينكم. الحقيقة نحن في موضوع الدين ده عندنا اجتهاد محدد جدا، وفي سنة 2000 اتفقنا حتى نحن مع أخواننا في الإنقاذ، لأنه الموضوع ده حساس، واتفقنا وعملنا لجنة من 10 هم الإخوة السيد الخطيب، حاج نور، أحمد علي عبد الله، أمين حسن عمر، عبد الرحمن إبراهيم، ومن جانبنا عبد الرحمن الغالي، عبد المحمود أبو، عبد الرحيم آدم أحمد يوسف، محمود مصطفى المكي. اتفقوا على أن العاصمة يجب أن نتعامل فيها بصورة تجعلها قومية، مش أن دايين نخلي العاصمة من الدين زي ما بيقولوا بعض العابثين، لا، لكن أننا دايرين نضبط المسألة دي عشان نقدر نجعل الوحدة جاذبة. واتفقنا معهم على الكلام ده، والكلام ده موثق. وبعدين اتفقنا معهم أيضا على أن الأحكام الجنائية تطبق بصفة متعلقة بالمسلمين وتستثني غير المسلمين، وجبنا كل الضوابط الفقهية لتأكيد هذا العمل. ولكن للأسف الشديد الآن في ناس بيتهموا أنه زي الكلام ده فيه تخلي عن الدين. ده ما فيه تخلي عن الدين، ده تطوير الأحكام عشان تلائم الظروف. وزي ما قال الإمام ابن القيم، الفقه هو أن تفهم الواجب وأن تنزل الواجب ده على الواقع. ده الفقه، مش أنك تجي هنا بأشياء نظرية زي ما بيعملوا أخواننا بتاعين التكفيرين الجدد. أي كلام هم مكفر، المرأة ما تلبس نقاب كفر، تقرير المصير كفر، تنتخب امرأة كفر، تنتخب نصراني كفر، ما معقول يعني. فده للأسف ماشي، وواجد حماية من الحزب الحاكم باعتبار أن الموضوع ده ديل مؤيدينه، وده ماشي يدخل السودان في فتنة كبيرة جدا. في القانون المدني نحن عندنا رأي واضح جدا فيما يتعلق بسعر الفائدة. نحن بنتعامل مع سعر الفائدة على أنه عائد تعويضي، وعشان كده لازم يكونوا في شباكين في البنوك. فيما يتعلق بالأحوال الشخصية لابد من قانون إصلاح للأحوال الشخصية. ما في حاجة اسمها واحد يزوج طفلة، وما فيش حاجة اسمها ختان للمرأة، وفي رد اعتبار للمرأة في دورة مثل ما جاء في المدونة المغربية. الجنوب احنا دلوقتي ماشيين في خط واضح جدا على انه وحدة جاذبة او جوار اخوي، واتفقنا مع الحركة الشعبية ومع جنوبيين على هذا الاساس. دارفور ايضا في اسس واضحة لحل مشكلة دارفور، ودي ذكرناها ممكن نفصلها، ولكن الماشي دلوقتي ده كله لعب خارج الملعب ومش هيجيب نتيجة في دارفور. المسألة الدولية، احنا في المسألة الدولية عندنا موقف واضح جدا، بنعتقد انه ممكن نحن نحمي السودان من آثار المحكمة، لكن دون ان نلغي مسألة العدالة، نوفق بين العدالة والاستقرار. وده في فكرة المحكمة الهجين، وقبله الوسيط اللي هو الرئيس تامو مبكي. النقطة الأخيرة عايز أتكلم عنها، وطبعا مهم جدا جدا موضوع الدولية ده، لأنه صدقوني ما في إنسان بيقدر يتحرك دوليا، بل المؤتمر الوطني حيلقى نفسه مشلول في الحركة الدولية إذا ما عولجت هذه المسألة الأساسية في التعامل مع المجتمع الدولي والمحكمة. فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، نحن الآن بنخوض في هذه الانتخابات، ولكن في عيوب كثيرة، عيوب تناقض مع الحقوق المطلوبة. مفروض مثلا تتاح أجهزة الإعلام للجميع
بتكافؤ الفرص، مش